عودة الهارب. قصدي عودة المطرود. من يومين بس من يومين بس جبت لكم الراجل الصحفي اللي اسمه الجويلي ده، وهو مرتضى قاعد بترد اطلع بره وانت ما بتتكلمش وما عندكش كلام اهم من اللي انا بقوله، والناس طلعت وتعاطفت معاه وقعدت تقول لي ده غلبان، ده شكله ايه قدام ولاده دلوقتي. طب يا ترى حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مرتضى. رديت عليكم وقلت لكم ايه في الكومنتات واشهدوا. قلت لكم ايه؟ قلت لكم يومين وهيرجع تاني. ما تيجوا نشوف حصل ايه امبارح بالليل يا رجال. يلا يلا تسأل وريني. صح؟ أول مرة. طيب حابب تقول ايه؟ والله أنا أول بشكر طبعا المستشار مرتضى منصور. الناس ما تعرفش إن علاقتي بالمستشار منصور هي علاقة أخوية، وأخويا الكبير أنا بتعامل معاه بحب جدا وبحبه جدا. ويمكن الناس ما تعرفش ان انا مش شغلي مع المستشار مرتضى منصور ان هو شغل مصلحه، يعني مش مصلحه. يمكن في السنه اللي كان المستشار مرتضى مش موجود فيها انا كنت متواصل يوميا معاه يوميا. ما كانش حكايه انا ما كنتش اعرف انه يرجع او ما يرجعش، يعني ما كنتش متواصل معاه عشان مصلحه معينه. صحيح. هي علاقه حب. ولما الاخ الكبير يكون غاضب او يكون عليه ضغوط كتيره، مين اللي هيستحمله غيري؟ هو الصديق مش لازم يستحمل الصديق. يعني هو راجل يعتبر اخ وصديق. فهو انت لما تكون متنرفز لازم ان انا اتحملك. وبعدين هو انا كنت ساعتها مشغول بالشغل بتاع الموقع والمصور بس يعني عشان يصور يعني ايه بحاول اوجهه. فطبعا هو المستشار دايما لما بيتكلم ما بيحبش يكون في حد ممكن يشغله، لانه بتجيله زي ما قال امبارح بتجيله رسائل او جيله، وانا ما خدتش بالي منه ان هو بيبص لي عشان ايه عشان مشغول. فهو ما شافني مشغول بالشغل وكده فقال لي اتفضل، يعني طالما انت قاعد مشغول كده وكده اتفضل اقعد مع زمايلك الصحفيين ورا. فقعدت عادي وحضرت المؤتمر ولا طردني. ولكن انا بتعجب من عدم المصداقيه بتاع الاخوه اللي هم نقلوا هذا الكلام ونشروه على السوشيال ميديا. اين المصداقيه؟ بقول لك اين المصداقيه يا جدع؟ اين الكرامه يا جدع؟ لا، واحسن حاجه ايه، مرتضى برضه لعبها بذكاء. راح جاب له مين؟ خالد الغندور، المثل الاعلى. يا ابني انت قاعد مع واحد شتم بابوه وامه ورجع طلع على الهوا تاني، فجابها لك خالد الغندور قال لك يا باشا ما بتلزقش والناس بتنسى. انا بس كده حبيت ايه اصبح عليهم واقول لهم ايه اللي حصل من المحله. وده كمان يعني بتخسروا ما عندكوش كرامه، ده انتوا عالم لقطه. استمر يا مرتضى، استمر يا مرتضى، عايزين نضحك، استمر. وانا كده بتكلم وانت حضرتك بتقاطعني. لو في عندك حاجه اهم من اللي انا بقوله طب اتفضل حضرتك منتظر. بص يا زملاء، وانا كده بتكلم وانت حضرتك بتقاطعني. لو في عندك حاجه اهم من اللي انا بقوله طب اتفضل حضرتك منتظر. بص يا زملاء،